سلسلة ألعاب ريزيدنت إيفل معروفة بالأعداء اللي بيتتبعوا، لكن اللي ممكن ما كنتش تلاحظه إن كتير من ألعاب الرعب ظهر فيهم النوع ده من الأعداء، بحيث سواء ظهروا في جزء من اللعبة أو إن ميكانيكية اللعبة اتبنت على الأساس ده. في قائمة النهاردة إحنا هنتكلم عن أفضل 10 أعداء بيطاردوك في عالم ألعاب الرعب. قبل ما نبدأ، لو ما كنتش مشترك في القناة اشترك وفعل زرار الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات أول بأول. يلا بينا نبدأ. رقم 10 معانا سيزرز مان من لعبة كلوك تاور. هنبدأ قائمتنا بلعبة رعب البقاء الكلاسيكية، اللي تعتبر أول لعبة تنجح في استخدام العدو الستوكر أو اللي بيطاردك. اللعبة تم إصدارها سنة 1995 قبل أول لعبة من سلسلة ألعاب ريزيدنت إيفل بسنة. أنت بتلعب ببنت يتيمة اسمها جينيفر وبتحاول تستكشف قصر الكلوك تاور. على عكس معظم الألعاب في القائمة دي، كانت لعبة رعب بتتحدى اللاعبين في استكشاف القصر وإنك تهرب من راجل مخيف وعنده مقصات كبيرة في إيده، والمعروف بسيزرز مان، اللي هيظهر إن فكرة اللعبة عبيطة، لكن في الواقع ميكانيكية العدو اللي بيطاردك متقنة بشكل مدهش. هيخليك على طول في حالة توتر من سيزرز مان، هيوفر لك الخوف والقلق اللي يخليك دايما بتفكر بسرعة عشان تهرب منه. رقم 9 معنا ذا هانتر من لعبة ديد سبيس. سواء انت هتجرب النسخة الأصلية أو نسخة الريميك، هي واحدة من أفضل ألعاب الرعب والخيال العلمي. كشخص لعب اللعبة من فترة قريبة، إلا إني لقيت نفسي من أشد المعجبين باللعبة، حرفياً من ناحية الجيم بلاي وتصميم المراحل والأصوات. حرفياً لعبت دور رئيسي عشان تخليها واحدة من أحسن ألعاب الرعب خلال كل الأجيال. وطبعاً اللي كان مخليها تجربة مثالية شخصية ذا هانتر اللي بيطاردك. العدو ده فريد من نوعه، هو من فصيلة اسمها نيكرومورف، اتزرعت في جمجمة شخص من أفراد الطاقم عن طريق الدكتور ميرسر. النوع ده من النيكرومورف أقوى وأسرع وغير قابل للتدمير تماماً، لأن عنده قدرة على التجدد. يعني بغض النظر عن عدد المرات اللي هتضرب النار عليه، هتفضل أطرافه في النمو. هو ممكن ما يكونش بنفس خطورة الأعداء اللي موجودين في القائمة، إلا إنه يخلي عندك شعور بالخوف بشكل صعب لما يبدأ يطاردك في القاعات الضلمة، وفي بعض الأوقات هتلاقيك بتواجهه وإنت في أوضة مقفولة الهروب منها صعب. ذا هانتر يثبت إنه من أكتر الأعداء المخيفين اللي هتقابلهم. رقم 8 معانا دانيلا من لعبة هانتينج جراوند. اللعبة اللي تعتبر خليفة كلوك تاور اللي اتكلمنا عنها، لأن اللعبة كلها بتعتمد على فكرة العدو اللي بيطاردك. بس بدل ما تتعامل مع عدو واحد بس، انت هنا هتتعامل مع عدد من النوع ده من الأعداء. عشان نختار عدو واحد من اللعبة دي فإن الموضوع ده صعب، لكن في عدو واحد فيهم برز ما بينهم. دانيلا هي عدو هيطاردك وهيسبب لك رعب بطريقة صعبة، لأن هي في الأساس مختلة عقلياً. هي بتعتقد إنها ممكن تبقى إنسانة كاملة عن طريق إنها تقتل بطلة اللعبة فيونا، وضحكتها اللي انت بتسمعها وهي بتطاردك في حد ذاتها هتسبب لك تروما. وغير كده كمان هي أسرع من كل الأعداء اللي هيطاردوك في اللعبة، وبتقفل الأبواب وراها، واللي ساعات بيبقى مضر ليك أو ينفعك على حسب الموقف اللي انت فيه. تجربة فريدة من نوعها، لازم تجربها. رقم 7 معانا والتر سوليفان من لعبة سايلنت هيل 4 ذا روم. My name's Walter Sullivan. It's time to complete the 21 sacraments. أول ما تسمع اسم سايلنت هيل هيجي على طول في دماغك بيراميد هيد اللي كان موجود في الجزء الثاني، لكن من وجهة نظري إن والتر أحسن منه بكتير. بيراميد هيد ممكن يكون مرعب أكتر، باستثناء لحظة والتر في قبو مستشفى بروك هافن. بيراميد هيد مش هيفضل طول اللعبة بيطاردك، على عكس والتر اللي بيفضل يطاردك طول النص التاني من اللعبة. وضيف على كده إن معاه مسدس ويقدر إنه يضربك بيه. في كل مرة والتر بيدخل فيها انت لازم تتفادى الرصاص بسرعة وتفكر بأسرع شكل إنك تهرب منه. والتحدي الأكبر إن بيبقى معاك إيلين، وطبعاً لازم تحميها من رصاص والتر. عشان كده والتر يكسب معانا مكانه هنا في القائمة. رقم 6 معانا سلندر مان من لعبة سلندر ذا رايفل.
ميكانيكية اللعبة هنا مبنية عن فكرة العدو اللي بيطاردك. سلندر ذا أرايفل تعتبر من أكتر الألعاب الرعب اللي أنا لعبتها. أنا ما لعبتش كل ألعاب سلندر مان، فما أقدرش أقولك إن دي أعظم لعبة في السلسلة. سلندر ذا أرايفل هي واحدة من الألعاب اللي هتتعب لك أعصابك. على عكس معظم الألعاب اللي موجودة في القائمة دي، سلندر مان مش بيهاجمك، بالعكس هو مقتصر إن هو بيطاردك، وإن بيبقى معاه أعداء تانيين هم اللي بيهجموا عليك. سلندر مان هو العدو اللي هيفضل معاك طول رحلتك في اللعبة، ولو حاولت إن أنت تبص ليه لفترة هيجي يخلص عليك، فأنت دايما حاول إنك تبعد عنه. رقم 5 معانا لورا من لعبة The Evil Within. لو عايز إنك تمشي في عالم الخوف والرعب يبقى لازم تلعب The Evil Within، لأن أول لقاء معاك مع لورا لما تقرب من عمود من دم في وسط منطقة مورج، لو حاولت إن أنت تموتها فده يبقى من أصعب القرارات، لأن هزيمتها تحتاج منك موارد كتير من رصاص وأسلحة وأدوية عشان تعالج نفسك، وممكن في النهاية إن أنت تموت. فالأحسن إن أنت تهرب منها وتسيبها تطاردك لغاية لما توصل للمعركة الأخيرة ما بينك وبينها. هزيمتها صعبة لأنها بتتحرك بصورة سريعة جدا وبتختفي وتظهر من أماكن مختلفة. لورا تستحق إنها تكون معنا في القائمة. رقم 4 معانا The Stalker من لعبة Amnesia The Bunker. اللعبة تعتبر من ألعاب الرعب القوية جدا. انت هنا في اللعبة معاك موارد كتير، فأول حاجة هتيجي في بالك لما الستوكر يظهر إنك تقتله، لكن اللي ما تعرفوش إن مهما تعمل هو مش هيموت، واللي انت المفروض تعمله أو تعمل حسابك عليه إن اللعبة معظمها في الضلمة وهو بيظهر ليك فجأة، ده اللي بيخليك متوتر ونسبة الخوف عندك عالية، وده يخليه من أحسن 5 في قائمة النهاردة. رقم 3 معنا كريس ووكر من لعبة Outlast. هي شخصية سببت ليا كوابيس لما لعبت لعبة Outlast، بحيث إن كان ليه مشاهد أيقونية استحالة إنها تروح من ذاكرة أي حد لعب لعبة Outlast. فكرة اللعبة إنك صحفي بتدور في قضية حصلت في مستشفى، ولما بتدخل انسى فكرة الخروج. ميكانيكية اللعبة إنك ما تقدرش تضرب الأعداء، كل اللي تقدر تعمله إنك تهرب، وكريس هيلحقك طول اللعبة، هيكسر الأبواب عليك والحيطان وإنت بتحاول تهرب منه في مساحات ضيقة. وغير كده إنه بيناديك The Little Pig أو الخنزير الصغير، وكريس هنا مش بيظهر إلا في الأوقات الغير مناسبة، الأماكن الصعب إنك تهرب منه فيها. الفرصة الوحيدة إنك تستخبى منه. كريس ووكر يستحق المركز الثالث في قائمتنا. رقم 2 معانا مستر إكس من لعبة Resident Evil 2 Remake. إذا كنا هنختار أعداء الأكثر شهرة من النوع اللي بيطاردك، فأكيد مش هننسى مستر إكس. هو عدو متفوق من كل النواحي، لأنه بيظهر ليك فجأة وغير متوقع، ومش بيموت، ومهما إنك تضرب عليه بصوص مش بيتأثر، والموسيقى اللي بتظهر معاه بتلعب على نفسيتك وإنها بتخليك متوتر أكتر وأكتر. وفكرة إنه معاك طول اللعبة وإنه بيظهر في أوقات غلط بيخليه إنه يتصدر قائمتنا النهاردة. رقم 1 معانا زينومورف من لعبة Alien Isolation. مفيش حد ممكن ينافس زينومورف، الكائن الفضائي المجنون. تصميم الكائن هو استنساخ من الأفلام، عشان كده شكل وصوت الكائن ده هيتسبب في رعبك وزيادة التوتر عندك. اللي بيميز زينومورف إنه يقدر يتوقع حركاتك ويهاجمك على أساسها، كمان بيدور في الخزانات عشان يجيلك ويقتلك، فبيحتاج منك وانت بتلعب اللعبة إنك تفكر في كل خطوة هتاخدها، بيبقى عندك سرعة بديهة. زينومورف قدر إنه يثبت إنه أصعب عدو بيطاردك على الإطلاق. وهنا أقدر أقولك إن الفيديو انتهى. في أعداء كتيرة من اللي بيطاردوك، بس أنا ذكرت أصعب 10 من وجهة نظري. لو عندك قائمة مختلفة أو شايف إن أنا نسيت حد، ممكن تكتب في الكومنتات. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات أول بأول. تصحبكم بالسلامة.